نجح إنه يحول العشش والغرز والأماكن الصعبة والمزابل لأماكن صلاة وأماكن تسبيح. ومش بس كده، لكن تكون وسط المكان ده كنيسة كبيرة جدا، منارة في أرض مصر والعالم. ايه نور شديد جدا في قلب الجبل، والاكثر من هذا ان الجبل ورا هذا النور مش موجود، انتهى خلاص والدنيا اتفتحت ومجد ربنا بان. سنرى مجد الله العظيم في مصر. مين هو خادم الغرز والعشش والقهاوي اللي أصبح بعد كده كاهن أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ولقبوا الناس هناك بلقب عمدة المقطم أو أسد المقطم؟ الأستاذ فرحات إبراهيم بدأ خدمته في سنة 1972 في أصعب منطقة عشوائية في مصر، منطقة حي الزبالين في منشية ناصر في المقطم. بدأ خدمته بالتعامل مع أصعب الشخصيات اللي ممكن واحد يتعامل معاها. بدأ خدمته بتجار المخدرات وسكين الغرز والعشش وسكري الخمر، ونوع من الشخصيات خلت خدام كتير يسيبوا المكان ده، لكن هو بكل حب وبكل صبر وبكل احتمال قرر إن هو يحتملهم ويصبر عليهم ويحبهم ويكون واحد منهم علشان يربحهم للمسيح. واجه أمور صعبة كتير جدا في المكان، لكنه كان مصمم إنه يحتمل لأجل المسيح. حبهم واتصاحب عليهم وقدر إن هو يقرب منهم ويشتغل معاهم ويساعدهم. علشان كده نجح إن هو يوصل رسالة المسيح ليهم، ونجح إنه يربحهم للمسيح. ومع الوقت نجح إنه يحول العشش والأماكن الصعبة دي لأماكن صلاة، وأماكن يسمعوا فيها كلمة ربنا ويرنموا ويسبحوا. وحول العشش والغرز دي لأماكن صلاة وصراخ وتسبيح. وبقوة وعمل الروح القدس نجح إنه يغير حاجات كتير في المنطقة، ونفوس كتير تتغير وحاجات كتير تتغير للأفضل. وتعب جدا في افتقاد كل الأسر اللي في المنطقة علشان يربحهم للمسيح ويخليهم إن هم يواظبوا على الكنيسة وعلى القداسات والاجتماعات. وصل نشاطه الكبير ده تأثير الخدمة الكبير ده لقداسة البابا شنودة الثالث، اللي قرر إن هو يستدعيه وإن يقترح عليه تأسيس كنيسة هناك لاتساع الخدمة. وبعد اللقاء ده وأثناء خدمته في المكان حصلت عاصفة شديدة جدا، عاصفة خلت أوراق كتير تطير في كل ناحية. ومن ضمن الأوراق دي جت ورقة وقعت عليه هو، ورقة من الكتاب المقدس لجزء من سفر أعمال الرسل، ومكتوب فيها: تكلم ولا تسكت لأن لي شعب كثير في هذه المدينة. وخد الورقة دي ووراها لقداسة البابا شنودة، اللي كان رد فعله إن قال له ده فرمان سماوي مش مجرد عاصفة هوائية. وفي عام 1977 قرر البابا شنودة إنه يرسم الأخ فرحات كاهن على منطقة المقطم علشان يبدأ رحلة بناء الكنيسة، وبقى اسمه أبونا سمعان إبراهيم. وبدأ الرحلة الشاقة لبناء الكنيسة اللي كان بيشرف عليها وبيشارك في كل تفاصيل البناء بنفسه. وكانت الإمكانيات متسمحش إنه يبني كنيسة صغيرة، لكن الله أراد إنه يبني أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومش مجرد كنيسة لكن تتحول بعد كده لدير فيه أكتر من كنيسة، علشان يكون دير القديس سمعان الخراز بالصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، ويكون مكان مشهور جدا في مصر وفي كل العالم. التحفة المعمارية العظيمة، منارة لكل مصر وكل العالم. المكان اللي بيجسد ويوثق معجزة الإيمان الشهيرة، معجزة نقل جبل المقطم. من أشهر أقوال أبونا سمعان هو قول بيقول: نحن متفرجون على عمل الله بروح القدوس. وبنى أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وقتها،
اللي كان بيساع عددها حوالي أكتر من 10,000 مصلي، وملأ الدير بالاجتماعات والقداسات والخدمات اللي تخدم كل الفئات والأعمار. ومنح الله مواهب روحية زي الشفاء وزي إخراج الشياطين. وبيحضر اجتماعه مسيحيين وغير مسيحيين طالبين صلاته. اجتماعاته ليها تأثير قوي جدا وبيحضرها ناس من كل مكان. وفي عام 2011 في الوقت الصعب اللي بتمر بيه مصر، قرر انه ينظم يوم صلاة عالمي، يوم صلاة للمسيحيين بكل طوائفهم، يوم 11/11/2011. وفي اليوم ده حضروا الآلاف وعشرات ومئات الآلاف على الشاشات، ويوم كان ناجح جدا وليه صدى لحد النهاردة. وببركة اليوم ده حصلت أمور عظيمة في مصر، وعدت الفترة الصعبة اللي مصر مرت بيها وقتها. مارس أبونا سمعان خدمته المفضلة إن يفتقد المناطق الصعبة والقهاوي والشوارع والغرز، ويعمل فيها اجتماعات ويكرز فيها بالمسيح. وكان سبب تغيير حياة مئات وآلاف من التائبين اللي خدمهم وجابهم من مناطق صعبة، من إدمانات ومن شرور ومن خطايا صعبة جدا. تعالي ربي اللي تعالى ارتاح، أنا عندي سلامك عندي لك أفراح. إيه اللي قرأه؟ تقابل مع مين؟ مع المسيح. طب تروح بيتك الساعة كام؟ بتقعد مع ولادك قد إيه؟ بتصرف على الشيطان قد إيه؟ ها؟ صح ولا غلط؟ أنا مرة قابلني واحد من 20 سنة أو 25 سنة على الأقل أو 30 سنة، طالع الدير بالليل، قابلني واحد بقول له إيه أخبارك؟ قال لي أبدا، أنا كان معايا قرشين، بدل ما أجيب شوال دقيق رحت اشتريت بيهم حشيش عشان أشربه. طب وولادك الجعانة واللي عايزة تشرب؟ قال أنا. قلت له يا حبيبي فين الحشيش؟ قال لي قلت له هات. رحت واخده منه، قلت له انت منهم كام كميات؟ قال لي 14 جنيه. اتفضل. قال لي هم دول كنت اجيبهم من الشوال الدقيق او الدقيق. قلت له خلاص روح حد يبقى وبلاش البتاع. وتقابل معه المسيح وبقى ابن المسيح. دول بيعملوا معاك الشيطان. الفلوس بتاعت ربنا اللي بديها لك تاخدها وتعمل ايه؟ تولع فيها. مجنون مش طبيعي. نقي. قول معايا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده بأحشائي في داخلي. سامحني على التفكير في أي أمر شرير، سامحني على التقصير في العمل والخدمة يا ربي. سنرى مجد الله العظيم في مصر. والذي نقل جبل المقطر ينقل جبال خطايانا، وينقل جبال الشر، وينقل جبال التعصب، وينقل جبال العبودية إلى حرية، ويصير الكل ملكا للرب وللمسيح. وفي يوم 11 أكتوبر 2023 ساد الحزن لدى الملايين، وخرج الآلاف للشوارع من منطقة المقطم، مسلمين ومسيحيين، يودعوا حبيبهم الغالي
أبونا سمعان اللي أفنى عمره في خدمتهم وأفنى عمره في محبتهم. سافر أبونا سمعان للسماء بعد ما ترك بصمة كبيرة جدا وصنع تاريخ في الكنيسة وفي خدمة المسيح وخدمة أولاده. وكانت جنازته مهيبة جدا، جنازة أعظم من جنازة زعيم، جنازة فيها الدموع صادقة جدا وحقيقية، جنازة فيها المشاعر كلها حب حقيقي وحزن حقيقي على شخص نادرا ما نشوف زيه تاني، شخص أفنى حياته في حب ربنا وفي حب الجميع، شخص بذل كل جهده وكل عرقه وكل يوم في حياته علشان يوصل المسيح لكل إنسان يقابله وكل إنسان يكون في المكان. وداعا أبونا سمعان. وتم دفن أبونا سمعان في دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، المكان اللي تعب فيه وخدم فيه أكتر من 50 سنة. أبونا سمعان إبراهيم خادم صنع تاريخ، ما يوفيهوش كل الكلمات ولا كل التكريمات ولا كل الجوائز، ما يوفيهوش ولا نص حقه من العمل العظيم اللي عمله في خدمة المسيح وخدمة أولاده. شكرا أبونا سمعان إبراهيم، فخورين إننا بنعيش في عصرك وفخورين إننا بنتبارك بيك. دي كانت حلقة من برنامجنا قصص حقيقية ملهمة. انتظرونا في حلقة جاية جديدة عن شخصية جديدة، قصة حقيقية ملهمة.